مشكل ضخم كاين حاليا في نيبال. هذه الدوله اللي كتعتبر من افقر دول العالم. حسب فوكس ايكونومي نيبال تحتل مرتبه 38 ضمن افقر دول العالم. 20% من الشعب النيبالي تحت خط الفقر. كل يوم على الاقل 2000 نيبالي كيهاجر البلاد بحثا عن فرصه اللي ما كايناش في البلاد. والاكثر من هذا ربع الاطفال النيباليين كيعانيوا من التقزم وسوء التغذيه. هذا الشيء ما كيعنيش انه النيبال دوله ما عندهاش القدره انها تكون غنيه، لانه فيها تفاوت طبقي صارخ. 10% من السكان النيباليين كيمتلكوا ثروه تعادل 26 مره ضعف ما يمتلكه البقيه. النخبه السياسيه في النيبال متهمه بالفساد والمحسوبيه. حسب تقرير منظمه الشفافيه الدوليه كيصنف نيبال مراكز متاخره في محاربه الفساد. نيبال عندها الرتبه 107 بتنقيط 34 في مدركات الفساد، وحنا راه ما بعدش عليهم. هذا التفاوت الطبقي الصارخ خلى الجيل الجديد من النيباليين واللي الاغلب ديالو جيل زد وجيل الفا انهم يستغلوا منصات التواصل الاجتماعي ويعبروا على الغضب ديالهم عن طريق هاشتاغات بحال نيبو بيبي ونيبو كيد. استغلوا المنصات باش ينشروا معلومات على الاولاد ديال هاد السياسيين اللي كيشوفوا انهم عندهم امتيازات خاصه اللي ما كايناش عند باقي الشعب فقط لانهم قراب لمركز السلطه. وكردة فعل من الحكومه لانتشار هاد الهاشتاغات قررت انها تغلق وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا هو الخطا الفادح اللي غادي يسبب انفجار اجتماعي في نيبال، لانه وسائل التواصل الاجتماعي كانت احد مصادر رزق مجموعه مهمه من الشعب النيبالي الفقير. وفي 8 شتنبر 2025 ملي الناس ما لقاتش فين تفرغ الغضب ديالها في وسائل التواصل خرجت للشارع، وتظاهرات كانت اغلبها شباب اللي كيرفع رموز ديال هذا الوقت، رموز فيها الانمي بحال وان بيس. ولكن رد الحكومه كان عاوتاني خطا، والتعامل بعنف مع هذه التظاهرات، ومع الاسف قتل 19 نيبالي. وهذا الشيء طبعا اللي غادي يزيد يفجر الاوضاع. اليوم الموالي المتظاهرين اقتحموا البرلمان وحتى الديور ديال المسؤولين، منهم رئيس الوزراء ومسؤولين في وزارات الجيش انتشر في الشارع، ورئيس الوزراء استقل. يوم 12 شتنبر 2025 الحكومه انتهت، ومع الاسف حصيله موت 72 نيبالي واعتقال عشرات الاف. وطبعا مطالب الناس تحققت ورجعت وسائل التواصل الاجتماعي للاشتغال. في نفس اليوم الشباب النيبالي دار اجتماع عبر منصه ديسكورد باش يحددوا شكون غادي ياخذ السلطه من بعد ما طاحت الحكومه، والاختيار كان على قاضيه معروفه بمحاربه الفساد واللي وعدت الشعب النيبالي انها غادي دير ما في جهدها لمحاربه المحسوبيه والزبونيه في البلاد. الاحداث اللي وقعت في نيبال درس مهم لاي مسؤول في اي مكان. الفوارق الاجتماعيه، التهميش والفساد والظلم ومحاربه الكفاءات وتراكم هذا الشيء مع السنوات تخلق ضغط شعبي اكيد يوما ما غادي ينفجر. هذه رساله واضحه والفاهم يفهم. تهلا.